الخلاصة في الموضوع، ما تلومش نفسك انك كنت اصيل. كنت فاكرهم رجال وطلعت انا الوحيد اللي كان شايل الدنيا كلها على كتافه. فاكر اليوم اللي وقعت فيه ولا حد فيهم كان جنبي، ولا حتى تليفون ولا رسالة ولا كلمة. انا مش زعلان من اللي اختفى، انا زعلان لاني كنت بعتبره اكتر من اخ. كنت اول واحد يوصلهم، واول واحد بيفرح ليهم، واكتر واحد يتوجع لما بيتعبوا. بس انا لما وقعت بقيت عبء، بقيت حمل، بقيت قصة بيحكوها لبعض ويضحكوا عليها. اللي كنت بفتكره ظهري هو اللي ضربني في ظهري. اللي كنت بقول عليه صاحبي هو اول واحد اتفرج ومشي. ما تديش كتير للي ما يستاهلش، ما تديش ظهرك لحد عشان الظهر غالي، وما تبقاش موجود لحد ملوش اصل ولا معدن. انا مش هقول اني اتكسرت، بس اتعلمت الدرس. الخلاصة في الموضوع، ما تلومش نفسك انك كنت اصيل، بس اتعلم تحط كل حد في مكانه الصح. في ناس وجعهم هيعلمك، وفي ناس وجعهم هينجيك. ما تندهش من الغدر، الزمن بيكشف مش بيظلم. واللي سابك في وقت الشدة كان لازم يختفي عشان تعرف قيمتك. متبقاش طول الوقت بتجري عشان ترضي ناس وجودهم في حياتك هو اللي كان بيكتم نفسك. اللي اختفى سيبه يختفي، بس انت ارجع لراحتك، ارجع لنفسك. ولو حسيت ان الكلام خف شوية عن قلبك سيبلي تعليق، او ابعته لحد اتوجع من صاحبه زيك. اشوفك الحلقة الجاية، وراحة البال اهم شيء.